السلام العائلة، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحتكم بخير؟ اموركم اختي؟ اليوم راه كنت خارجه لبست حوايجي وبقيت كنتفرج على التلفازه وبقيت كنتفرج في الاحداث ديال اليوم. ما شاء الله والله فرحانه بحال بلادنا، والله العظيم انا فرحت بحال بلادي، حيت كتعرفوا راجلي سوري وبنتي سوريه، يعني دهب طلعت ولا هبطت راه سوريه، اصلها سوري. انا سوريه. فرحت بزاف اليوم. حليت عيني على واحد الخبر زوين. المهم انا ما عرفتش علاش هاد 14 سنه كلها ديال كما كنقولوا ديال الحرب وداك الشيء، انا ما عرفتش التفاصيل بالضبط، ولكن انا مع السلم والسلام. اي حاجه فيها السلم والسلام انا معاها. المهم الحمد لله ما كرهتش يعم السلم والسلام العالم كامل، ومنهم فلسطين. ما كرهتش هذا النهار لخوتنا الفلسطينيين تا هما، فرحوا معاهم حيت يكون هذاك النهار كبير. ما شاء الله الحمد لله. كيقول لك من بعد الضيق كيجي الفرج في اي حاجه، لا في حروب، لا في ازمات، لا في صحه، لا في كل شيء. نعم، من بعد الضيق كيجي الفرج. الحمد لله، الشكر لله. عرفتوا هضرت مع مهند فرحان، وديك الفرحه باغي يبكي مسكين، حيت انا مخندر نهضر دابا لكم من الصباح. انا ما غاديش نكون عشت ديك الظروف اللي عاشوا هما، يعني هما عندهم، يعني اللي عاش الظروف راه كيحس بزاف، يعني اللي خرج من بلاده وعاش لاجئ في بلدان الناس وما كيلقاش فين يمشي، ما يلقاش. دابا مني تسدوا بزاف ديال البيبان ما يلقاش فين يمشي، الملجأ راه مشكله كبيره، انك ما تلقايش عندك واحد البلاد ترجعي ليها. فهذا الشعور يحسوا به غير الناس اللي جربوه. انا فرحانه، ماشي بنقول ما فرحاناش، ولكن داكشي اللي داز عليهم راه الحمد لله والشكر لله. كنقولوا في الاول والاخير. عرفتوا عائله راجلي طايرين بالفرحه، حيت مساكن كما كتعرفوهم خرجوا من بلادهم دابا شي 12 عام هما خارجين من بلادهم، عايشين في بلادات الناس وعزيز عليهم بلادهم. يعني اي واحد راه عزيز عليه التراب ديال الوطن ديالو كيبغي يرجع ليه باش يستقر. الحمد لله والشكر لله. والله انا عيني دمعت، ولكن انا كنفرح بحال هكا. انا كنبغي، ما نبغيش انا، خصوصا دوك المساجين اللي شفناهم كيطلقوا فيهم. انا عرفتوا راه كيتلاقاو مع الاهالي ديالهم، اللي 11 عام، اللي 10 سنين، اللي 12 عام. قلبي طار بالفرحه بحال شي دري صغير والله. الحمد لله والشكر لله. المهم الحدث ديال اليوم زوين، فرحنا. كنقول بنتي دهب يجي واحد النهار وتمشي تشوف بلادها، حيت دهب سوريه. انت سوريه مغربيه؟ انت سوريه مغربيه. سوريه مغربيه. بلادك المغرب وبلادك سوريا بجوجهم. قلت لكم شي دهب تشوف بلادها وداك الشيء. فرحات عليا حتى انا، حيت كتعرفوا ما شاء الله سوريا عندها ثقافه وحضاره كبيره. يعني سوريا كانت قبل الحرب شفتوها كي كانت، ما شاء الله. الوالده ديالي حتى هي فرحانه، صافي حتى هي كتصيفط لي في الواتساب كتقول لي بنتي داك الشيء اللي شفناه في التلفازه واش بصح؟ كنقول لها ايه راه بصح، حيت مسكينه كان همها معايا انا. كتقول لي شحال هذه؟ كتقول لي يا بنتي ناري عندك ما تلقاو فين تمشيو ويجرك ليا تمشي يديك للحرب. كانت كتخاف مهند ما هذا وننزل معاه سوريا. قلت لها الوالده اللي مكتاب عليك راه غتشوفيه. شوفوا الوالدين كيفاش كيفكروا. الوالده كانت خايفه زعما كاين، حيت كتشوفونا كنتنقلوا بزاف من هنا كانت خايفه زعما كاين اللي ينزلني انا لسوريا. وكانت سوريا ما كانتش مستقره، كتعرفوا كل مره كنسمعوا فيها هذه وكانت خايفه عليا. كتعرفوا راه قلب الوالدين ديما معاكم، واخا تكبروا في السن ديما كيبقاو معاك، بالهم معاكم. قالت لي الحمد لله بنتي، مبروك على راجلك ومبروك عليكم. الحمد لله كل شيء فرحان. المهم قلت انا نبلغكم هذا الخبر، فاكيد تكونوا نتوما سمعتوه من دابا. راه ما شاء الله ديك المواقع التواصل الاجتماعي دايره بوم، ما شاء الله كل شيء دابا مطلع هاد الاخبار. ايوا اختكم انا مقابله الجزيره وجالسه كنتفرج. من صيدنايا في ريف دمشق وتظهر اطفالا ونساء داخل هذا السجن. نتابع.
من الصباح وانا كنتفرج بحال الفيديوهات من الصباح باركه ما درت والو والله ما درت. شوف من كتفرحي لشي حاجه كتبقاي جالسه سبحان الله بقيت جالسه من هنا من الفيديو واكثر حاجه فرحت ليها كما قلت لكم هذوك السجناء هما اللي فرحت لهم حيت هما اللي يعرفوا طعم الحريه. كاين اللي 12 عام 13 عام ما شاء الله كتشوفوا الامهات وشفت واحد الوليد مع امه راه هذوك ما شاء الله فرحت لهم واحد الفرحه ما راه بحال الاب والام ديالي والله العظيم حيت ما كيحس بطعم الحريه الا اللي كان محروم منها ما شاء الله. الحمد لله جا من الفرج ويا ربي ان شاء الله النهار بحالو فلسطين يا ربي ان شاء الله يا ربي. حتى حاجه ما بعيده عند الله كل شيء قريب ولكن كل شيء باوانه كما كنقولوا كل شيء باوانه. المهم الحمد لله ما درت والو انا هذا النهار بقيت غير كنشوف والله ما درت حاجه صافي. ملي كتكوني فرحانه بحال العيد ما كتقدي ديري والو ما طيبت ما شقيت الدار عندي نقيه وكنت باغا نخرج لبست حوايجي وبقيت جالسه والله بقيت جالسه والنهار كامل طار ولكن ماشي مشكل ان شاء الله غدا يتقدى كلشي. المهم الحبايب بغيت نشارك معكم هاد الفرحه حيت هاد الفرحه كتخصنا حنايا لان ما شاء الله عائلتي انا بنتي كما قلت لكم وراجلي سوريين وان شاء الله نمشيو ديك البلاد تكون سالمه غانمه يا ربي نزوروها حيت كما كتعرفوا انا عمري ما مشيت لسوريا وكنتمنى نمشي ليها في شي ظروف تكون زوينه ان شاء الله نزوروها عما قريب ودهب تشوف بلادها ومهند نشوف ديك الفرحه دي البهجه فيه حيت هو من شحال هذه ما شاف بلادو يمكن دابا غادا شي 17 عام ما شاف بلادو ولا شم ريحه بلادو. راه صعيبه تخرجي من بلادك 17 عام. راه شوفوا حنايا تغربنا مثلا انا اول ما نزلت يمكن 4 سنين ما شفت بلادي 4 سنين مني كنت جيت المره الاولى ومني مشيت راه حسيت بواحد الاحساس غريب ما تقدريش توصفي داك الاحساس. مني اول مره تحطني الطياره من بعد ما تغربت وما ادراك وحدين خرجوا من بلادهم 10 سنين وما فوق راه صعيب بزاف هادشي. يا ربي بغينا السلم والسلام احنا ما كنطلبوا حتى حاجه علاش بنادم يبقى صافي السلم والسلام احسن حاجه. هاد الحروب هاد الشيء اختي ما نحملهم فيما يعلنوا شي حاجه في التلفازه بحال هكا قلبي كيتقبض عليا يا ربي حيت الدوله اللي كيكون فيها الامن والامان اقل حاجه واخا تاكلي غير خبز واتاي تاكلي خبز واتاي والامن والامان وداك الشيء راكي بخير. اما تاكلي وفوقك صوت القرطاس وصوت القنبول داك الشيء البنادم راه كيمرض نفسيا. الله يكون معاهم داك الناس وصافي بنادم كيتازم نفسيا كيتازم والله. المهم حبايب بغيناكم تفرحوا معنا حيت بزاف عرفتي شحال ديال الرسائل اللي جاوني وحليت انا يا دابا الانستغرام وحليت اليوتيوب ما شاء الله عليكم وخلاص كلشي مبروك قولي المهند مبروك يا اختي كلشي كيبارك للمهند قولي مبروك الله يبارك فيكم. انا نقول لكم عوضا عنه حيت هو خدام مشغول دابا في الخدمه والحمد لله والشكر لله. هادشي بغيت نشارك معكم هاد الفيديو ديال اليوم الفرحه ديال اليوم وان شاء الله تبقى الفرحه دايمه يا ربي. ايوا هنايا دخلت الكوزينه قلت غنطيب شي حاجه ناكلوها. عرفتي جبت واحد القطيعات ديال الصدر ديال الدجاج درتهم نقطتهم في الثومه وفي الحامض وفي العطريه ديال الشاورما كيجيو بنين زوين. انا مجربهم بهذه الطريقه كنت غنشويهم في الفاخر قلت علاش انا عندي الشوايه الكهربائيه ونمشي نخرجهم من الفاخر نبقى شاعل ما تشاعل قلت نجبد غير هذه ونديرها بهم. المهم قليت واحد شويه بطاطا خليت المهند ديالو باقي ما مشويينش حتى يجيو نشويهم اللي ياكلوا مسخان كتعرفوا الشيء اللي تسخن كيجي زوين. المهم انا وبنيتي نتغداو.